فاحب اقول لك ان انت كده هتبقى دكتور فاشل. اللي بيدخل كليه الطب وهو عنده اعتقاد ان انت كده خلاص وصلت لاخر الخط، وصلت للكليه اللي انت عايزها، وصلت لحلمك، فخلاص مش لها لازمه المذاكره تاني، فاحب اقول لك ان انت كده هتبقى دكتور فاشل. لان الدكتور بيعيش حياته في ضغط دراسه فيها بالانجليزي، ووقت الدراسه كبير كمان. اغلب زمايلك اللي كانوا معاك في ثانوي يخلص كليه بعد 4 أو 5 سنين، انت هتقعد 7 سنين على ما لما تبدا تكون. كمان انت بعد ما تتخرج انت مش هتلاقي دخل عالي مره واحده، لا ده انت هتاخد وقت كبير على بال ما تلاقي دخل يكفيك انت علشان تبني بيت واسره. الكليه دي بتحتاج مجهود ذهني عالي. يعني مثلا انت لو طلب منك ان انت تعمل جراحه، فانت كده بتتحكم في حياه مريض، فلازم يبقى يكون عندك قدر عالي من التحمل الذهني او الضغط الذهني، قدر عالي من تحمل الضغط الذهني ده علشان بس تبقى دكتور ناجح. وبرضه من ضمن عيوب كليه الطب ان انت بتخلي علاقاتك الاجتماعيه مش احسن حاجه، بتاثر شويه في واجباتك الاجتماعيه، مثلا وراك فرح، وراك مناسبه، عزاء، نتيجه ضغط كميه المذاكره اللي عليك، فانت كده كده هتحتاج تذاكر وهتحتاج تذاكر كميه كبيره، فمش هيبقى عندك وقت لعلاقاتك الاجتماعيه. دايما بتلاقي الدكتور مش احسن حد يكون عنده علاقات اجتماعيه.